في مثل مصري جميل قوي يقولك ابعد حبة تزيد محبة، وكأن المثل ده بيقولك خلي فيه مساحة للخصوصيات مع صاحبك، مع العيال، مع شريك الحياة، حتى لا يتحول هذا الحب على الطرف الآخر لتضييق، مش مصدر بهجة وسعادة. فيا أيها المحب المخلص طمن، الله عز وجل بيرعى هذا الحب لو كان من نصيبك، فواحدة واحدة حتى لا يتحول الحب لعبء شديد على قلبك. حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله يا رب. النهارده بقى كده فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم كده ويشجعكم لو انتم مكسلين تعملوا حاجتكم. فكملوا الفيديو للاخر وما تنسوش الاشتراك عندي في القناه، واهم حاجه اللايك، وتكتبوا لي كومنت كده حلو زيكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا هنا كده دخلت اوضه الانتريه. كان بقالي كام يوم هنا بطبق الغسيل ومش بدخل يعني احطه في الدولاب، عشان كان جوزي بيبقى نايم وطافيه النور يعني، فكنت بطبق كده واخلي في الاوضه دي. المهم بقى كده ايه، قلت خلاص بقى انا هقوم. الحمد لله الجو اتعدل شويه، ما بقاش حر زي الاول. فقلت ايه، اقوم اعملها بالليل كده وانا سهرانه. فرحت لما بقى ايه الغسيل كله في الطبق، وقلت هدخله على طول على اوضه النوم، وبالمره بقى اخد الكنب بقى والكراسي وكده تنفيضه حلوه كده عشان لو فيها تراب او اي حاجه. انا هنا ما كنتش هغير الفرش، هو كان نضيف يعني، كنت لسه فرشاه بس. فقلت هنفضه كده وهرجعه تاني. هي كده كده اصلا الاوضه دي ما حدش بيدخلها يعني، ما بنقعدش فيها خالص. فبس فرحت منفضه الكنبه كده على طول، ورحت منفضه برضو اللي هي البيضات دي، وخبطت كده كام خبطه على المخدات ورجعت كل حاجه مكانها. هنا برضو نفس الكلام برضو عملته في الكراسي، شلت الفرش بتاعها، وهي الأوضة كانت نضيفة، هي بس كانت ايه، انتوا عارفين الغسيل بقى لما بيبقى في اي حتة يعني بيعمل كركبة كده ومنظر مش حلو، بس بمجرد ما لميته يعني في مكانه كده خلاص الأوضة بقت رايقة. هي بس كانت محتاجة ايه، تلميعة كده على السريع. فرحت منفضة برضو الكراسي كده يعني، حتى تحت الشلت اللي هي بتاعت الكراسي دي كان نضيف، ما كانش فيه بقى فتافيت ولا اي حاجة. عايزة اقول لكم انا بعمل الفيديو ده كان حوالي الساعة 3 بالليل يعني. بصوا والله مش عارفة انام خالص من الاستاذ زين. سامعين؟ انتوا سامعين الديك اهو. بمجرد بس ما خلصت التصوير قلت اركب الصوت بقى على طول كده، ايه فرصة بعد ما هو نام يعني. بس هنا كده بقى كنت بحط اللي هي المثلثات دي، مش عارفة اسمها مناديل تقريبا، بتاعة البياضات. هما بيجوا 6 كده مع الكرسيين والكنبتين. عايزة اقول لكم احسن وقت بحب انضف فيه، انا بحب انضف الصبح دايما بدري، بحس كده الدنيا باينة قدامي وبخلص الحاجة بسرعة. بس اللي عنده بيبي بقى هيعرف اللي انا فيه والله. بصوا يعني مجرد ما بقوم اعمل حاجة بيكون صحي او يعيط اول ما اقوم من جنبه. فربنا يعين كل واحدة عندها طفل كده صغير في السن ده. المهم هنا بقى ايه، كانت السجادة نضيفة برضو زي ما قلت لكم، ما كانتش محتاجة يعني ان انا اشغل مكنسة وكده، ما كانش فيها اصلا حاجة، هو بس التراب خفيف قوي كده مش باين كمان. بس خدتها كنسة كده في السريع وقلت ايه يلا انزل الترابيزة ولمع الازاز بتاعها، والمفرش برضو بتاع الترابيزة نفضته كده وحطيته تاني. مفيش حاجة كانت محتاجة غسيل. كان عندي بقى زي فازة كده او زهرية ازاز، كانت محطوطة عندي فوق النيش مركونة اهي. بصوا شفتها لمحتها كده وانا بنضف، فقلت اجيبها لمعها وايه واحطها على الترابيزة تغيير شوية بدل ما انا ركناها يعني. بس والورد بتاعها ده فيه زي برونز كده، مش بغسله، انا برش عليه بس معطر كده او مية بالجلانس، مية قصدي، او يعني البخاخة اللي فيها مية او البخاخة اللي فيها جلانس، حاجة بس تلمع كده وتشيل التراب اللي فيها. بس وكده الأوضة نطفت، شفتوا في ثواني بقت فلة.
هنا بقى كان عندي دول شوية مواعين كده قليلين قوي. بصوا شوية دول كده بتوع بعد الغدا. شايفين انا ما بخليش حاجة ورايا خالص ازاي. ببدأ كده اول حاجة بالببرونة بتاعت زين، ولو في كوبايات بقى او حاجة ده اول حاجة، والكنكة بتاعت القهوة انا بحب اشطفها بالمية بس مش بصابون، الكنكة اللي هي الكهربا دي بس. وهنا كانوا شوية كوبايات كده، كوبايتين على 3-4 اطباق، والسيرفيس ده وخلاص. زي ما قلت لكم انا وانا واقفه بعمل الغدا، بصوا يعني على طول مثلا باخد مصفى بروح غسلها على طول مرجعها مكانها، او مبشره مثلا كده، فاهميني؟ شفشق الخلاط برضو على طول وانا شغاله كده في الاكل. انا قبل ما بخرج من المطبخ بيكون مفيش في الحوض معلقه. بس انا عايزه اقول لكم كمان يعني دول شويه دول مواعين غدا وعشاء كمان. فبصوا شايفين قليلين ازاي، ما سيبش بقى الحاجه تكتر عليا وكده عشان ما كسلش عليها. بس لو وصلتوا بقى في الفيديو لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي، وتكتبوا لي كومنت حلو كده يشجعني، عشان انا ساعات كتير بكسل انزل فيديوهات. عايزه اقول لكم ما خدوش وقت خالص الحمد لله، والجو كمان ما بقاش حر زي الاول. فقلت يلا بقى بالمره كده وانا صاحيه ايه قبل ما انام، يعني اخلص واصحى كده فايقه مفيش حاجه في الحوض، وعندي اكل متبقي كمان، فانا كده هرتاح تاني يوم. بس خدت الرخامه كده في طريقي، بصوا واي حته كده باينه، لو في طرطشه مثلا على الحيطه من خلاط او كده، انا بحب اعمل الرخامه دي دايما بالحوض بقى بالحنفيه بتاعتها. يلا لو وراكم حاجه بقى قوموا اتفرجوا على الفيديو وتشجعوا واعملوا زي. انا هسيب لكم بقى كده في اخر الفيديو مقطع شويه مشتريات، انا عارفه ان انتوا بتحبوا الفيديوهات دي، انا كمان برضو بحب النوع ده من الفيديوهات، فاتفرجوا عليه ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا برضو بالاسعار، يعني خدوا فكره كده. انا هنا كده خدت البوتاجاز كمان معايا وانا بعمل كده. اختصرت عليكم جزء كبير يعني في الفيديو، بس اتفرجوا كده على شوية دول وتشجعوا ان شاء الله. تعالوا بقى اما اوريكم كده هنا شوية مشتريات حلوة كده، يعني جبتها من كارفور، هي حاجات كانت ناقصة يعني، يعني بقية الحاجة كانت عندي. فبصوا انا جبت هنا كده ده، دي مكرونة رويال. بصوا هي جايه لكم معكوسه عشان الكاميرا اللي قدامي. دي كده هنا وزنها كيلو ب24 وربع، دي اللي هي رويال. الحاجات دي من كارفور. جبت كمان مكرونه الملكه دي اللي هي ده كيس 400 جرام، اللي هي الخواتم المقصوصه دي. جبت منها كيسين، الواحد ب9 اهو. دي الملكه. جبت كمان ده، لقيت ده كده كيلو شعرية اهو، برضو الملكة كان ب22 وربع، دي وزنها كيلو. دي كمان علبة سمنة روابي دي، بصوا اللي هي كيلو ونص، كانت ب100. دي سمنة روابي ب100 اللي هي كيلو ونص. خدت كمان لبن جهينة ده برضو اللي هي العلبة الكبيرة اللتر ونص، دي ب45، ده اللي هو كامل الدسم. كمان جبت العصير ده، كان ب 18 جنيه ونص، اللي هو لامار. جبت كمان الزبادي دول اللي هما بيبقوا 6 وعليهم 2 عشان زين يعني، دول ب30، ال8 علب ب30. جبت كمان دي مناديل وايت اهي، انتوا سامعين صوتي؟ انا عندي برضو مبهدلني، ادعولي بقى. دي كانت ب27، اللي هي 550 منديل. كمان جبت زيت سندباد ده،
ده اللي هو ايه، هو مش كيلو بيتهيألي، هو 700 جرام. 700. جبت منه 2 اهو. الاتنين مع بعض ب74. يعني الواحدة تبقى بكام؟ كام مش عارفة، ب74 الاتنين. جبت كمان الاندومي ده، جبت اللي هو 2 سجق كده و2 فراخ. الواحدة لا ب4.5. وخدت كمان اللي هو الشاي ده، مش عارفة بقى مكتوب ايه، 8 تقريبا او 8. بس يا حبايبي دي كانت مشترياتي البسيطة. يا رب تكون عجبتكم، يا رب الفيديو كله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وسامحوني بقى على صوتي ده، انا عندي برضو والله، معلش بقى استحملوني شوية. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. ويلا يا حبايب قلبي، باي باي.